كان في واحد بحريني رايح للصيدلية عشان كان يبغى يشتري دواء. فأول ما راح للصيدلية فكانت في صيدلية قريبة من بيته، فاضطر انه يروح للصيدلية يعني نوعا ما تعتبر بعيدة. فأول ما وصل دخل للصيدلية لكن شاف ان الرجال ما هو موجود، فطلع عند الباب على اساس انه كان يبي يدور عليه. فأول ما طلع شاف انه الصيدلي كان واقف جنب سيارته، وكان يعني نوعا ما يدور فيها، وكان يفتح السيارة ويقفلها بطريقة غريبة. لما وصل عند الصيدلي شاف انه مشغول في حاجة، فأول ما قرب منه رجال شم ريحة غريبة وكريهة جاية من السيارة. فالصيدلي كان واقف عند شنطة السيارة، فلما فتح باب الشنطة الرجل صرخ صرخة جمع أهل الحي كلهم، لأنه شاف شيء كان صدمة. خلونا نبدأ في القصة. في عام 2016 كانوا في عائلة من اخواننا المصريين كانوا مقيمين في البحرين. العائلة كانت متكونة من الاب والام، وكان عندهم طفل عمره تقريبا 3 سنوات، والطفل هذا هو اللي راح يكون محور حديثنا لهذا اليوم. الطفل اسمه فراس عمره 3 سنوات، وهو وحيد امه وابوه. فراس كان متعود كل يوم انه يطلع برا البيت ويلعب مع الاطفال، الى ان جاء شهر رمضان المبارك. يوم من الايام نزل فراس كالعاده يبغى يلعب مع الاطفال عند باب البيت، لكن الام ما كانت تدري ان هذه اخر مره راح تشوف فيها فراس. مر الوقت وفراس للآن ما رجع للبيت، وعلى الساعة 4 قبل الفطور وصل أبو فراس فدخل البيت، فكان يقول لزوجته وين فراس. فقالت الأم إن فراس نزل يلعب زي العادة، لكن هذه المرة تأخر وإلى الآن ما رجع. فهنا الأب حس إنه في شيء، فخرج يدور على فراس في الشارع. هذا الكلام تقريبا على الساعة 4 العصر. أبو فراس سأل الجيران والناس اللي حولهم، فكان يقول لهم هل شفتوا فراس؟ هل في أحد شاف فراس من هنا ولا من هنا، أو أحد شافه في مكان معين؟ فصدموا ابو فراس فقالوا له انه احنا ما شفناه للاسف. هنا الجيران تعاونوا مع ابو فراس وبدأوا يدوروا على فراس، وتوزعوا في كل المنطقة، وبدأوا يدوروا ساعات كثير لكن بدون اي فائدة. فراس كأنه فص ملح وذاب. بعد ما دوروا بساعات وبدون أي فائدة، راح والد فراس وبلغ الشرطة البحرينية عن اختفاء ولده، وبدأوا أهله والجيران وكانوا بينشروا صوره في كل مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في الإعلام، وطلبوا من الناس أنهم يساعدوهم، لأنهم في هذاك الوقت كانت البحرين منتشر فيها اختطاف الأطفال. لهذا السبب كانت قضية فراس رأي عام، ولزاد خوف الأهل كانوا حاطين فكرة أنه فراس انخطف وانقتل هي الفكرة الأولى اللي في راسهم. فاستمر البحث لمدة 3 أيام وشاركوا فيه كل القوى الأمنية، ولكن للأسف ما في فايدة. هنا أم الطفل وعائلته انهاروا إلى أن جاء اليوم الرابع. الرجال البحريني شاف جثة الطفل داخل السيارة. هنا الرجال صرخ بأعلى صوت من المنظر اللي شافه. الناس بدأت تتجمع على راعي الصيدلية اللي كان من أخواننا السودانيين. بعد كذا بلغوا الشرطة، لكن اللي واضح أنه السوداني كان وجهه مصدوم وكان خايف. ولما جات الشرطة راحوا للسيارة وفتحوا باب الشنطة، فشافوا جثة طفل عمره تقريبا 4 أو 3 سنوات. هنا مسكوا الصيدلي والقوا القبض عليه. بعد كذا أخذوا الجثة للطب الشرعي عشان يعرفوا مين أهل الطفل ده، لكن الصدمة ان اوصاف الطفل نفس اوصاف فراس. بعد كذا الشرطة تواصلوا مع اهل فراس وقالوا لهم تعالوا، لانه ممكن هذه الجثة تكون تابعة لولدهم فراس. هنا انتشر الخبر في جميع مواقع التواصل الاجتماعي حتى في الاعلام، وصارت قضية فراس رأي عام، وفي ناس طلعت وتكلمت على الصيدلي بانه مريض نفسي وانه قاتل متسلسل، ووصفوا الصيدلي بأبشع الصفات اللي ممكن انت تسمعها، لان اصابع التهم كلها كانت متوجهة للصيدلي. هنا رجعوا رجال البحث الجنائي عشان يفتشوا السيارة، كانوا يبغوا يرفعوا كل البصمات، لكن الغريب انه ما في بصمة غير بصمة الصيدلي. وفي هذا الوقت بدأ الطب الشرعي يشرح الجثة، لانه خلاص اتأكدوا انه هذا الطفل هو فراس. وفي هذا الوقت راحوا رجال الامن لمكان السكن حق الصيدلي، واللي اكتشفوه ان الصيدلي كان جار لاهل فراس. لكن هذا الشيء مو كافي، لان للان ما انحلت، ويا اخوان راح تنصدمون معاي بالاحداث كلها. في هذه الفترة لما عرفوا ان الصيدلي كان جار لأهل فراس، هنا بدأوا الناس يقولوا انه هو اللي قتل فراس بحيث ينتقم من والد فراس. لكن اللي صدم الكل واللي صدم الشرطة ان آراء الجيران كلها كانت مختلفة، وكانت غير الشيء اللي كانوا بيتوقعوه، لأنهم كلهم أكدوا للشرطة ان الصيدلي مستحيل انه يؤذي الطفل، فما بالك انه بيقتله، مستحيل. الشخص هذا محترم، حتى انه كان واقف مع عائلة فراس في الوقت اللي فقدوا فيه ولدهم، وكان يدور معاهم، فمستحيل
فمستحيل أن يكون هذا الشخص هو صاحب هذه الجريمة. في هذا الوقت وخلال التحقيقات مع الصيدلي نكر كل شيء، وقال أنا أصلا ما أدري كيف الجثة كيف وصلت إلى شنطة السيارة، والسبب الوحيد اللي خلاه يوقف عند باب الشنطة هي الرائحة اللي طلعت من شنطة السيارة، لأنه أتوقع أنها ممكن تكون جيفة أكرمكم الله أو حيوان أو في شيء هو ما كان منتبه. خلونا نرجع للطب الشرعي. لما خلصوا شغلهم أرسلوا النتائج اللي كانت تقول أن الطفل مات بسبب الاختناق بسبب سكتة قلبية. والله شيء غريب، لكن هذه قصة راح توديكم محاور كثير. طوال فترة التحقيقات كان الصيدلي يدافع عن نفسه، وكان يقول انه انا مظلوم، وكان ينفي كل التهم اللي كانت توجه له. هنا بعد ما جمعت الشرطة الدلائل الجنائية وتقرير الطب الشرعي ارسلوا القضية الى النيابة العامة. وكيل النيابة العامة هو اللي مسك القضية، وكان الشخص هذا ذكي جدا ما شاء الله تبارك الله، وكان هذا الشيء معروف عنه، فكان عنده ذكاء وكانت عنده ملاحظات شديدة. لما قرأ الملف النائب العام هنا حس احساس بسيط انه ممكن يكون الصيدلي مظلوم، وكل التهم اللي كانت موجهة له ممكن تكون خاطئة، لأن الرجال سمعته كانت كويسة وملفه الجنائي كان أبيض، يعني ما كان عليه أي شيء من قبل، مع أن كل الدلائل اللي كانت تقول أن الصيدلي هو اللي سوى هذا الشيء. طيب كيف جات الجثة إلى شنطة السيارة؟ فاللي سواه وكيل النيابة طلب الصيدلي مرة ثانية عشان يحقق معاه، لكن هذه المرة كان تحقيق مع نظرة. بالفعل جابوا الصيدلي وبدأوا يحققوا معاه، وقال لهم بالتفصيل كل شيء صار معاه في هذاك اليوم. خلص دوامه من الصيدلية على الساعة 2 الظهر، وراح للسوبر ماركت عساس كان عشان يبغى يشتري أغراض للبيت، لكن الأغراض كانت كثيرة. راح أخذ الأغراض وحطها داخل الشنطة ومشى للبيت. فأول ما حطها في البيت راح عشان يصلي العصر، فرجع من المسجد ونام بعدها إلى أذان المغرب. بعد ما قام راح فطر مع زوجته ومع ولده، فيقول بعد أنا رحت توضيت ورحت المسجد اللي كان قريب من البيت علشان أصلي العشاء، وقال هذا اللي أنا سويته كله في هذاك اليوم. أنا عارف إنه راح تسألوا طيب إيش فائدة التفاصيل هذه؟ خلوكم معي راح تعرفوا ليش طلب انه تفصيل كامل على يومه. بعد ما كمل الصيدلي كلامه راح وقال استدعوا زوجته وولده علشان يحقق معهم. هو كان يبغى يشوف هل اقوالهم راح تتطابق او لا. سألهم نفس الأسئلة وبالفعل كلامهم طلع متطابق، لكن النقطة الوحيدة اللي كانت مختلفة انه الصيدلي رجع على البيت تقريبا على الساعة 3، ولو تفتكروا انه الطفل متى اختفى على الساعة 4، يعني هذه الساعة كافية انك تأخذ واحد وتقتله وتخنقه. وكيل النيابة هنا حس انه الصيدلي مظلوم، فعشان كذا راح مرة ثانية واستدعاه، لكن هذه المرة طلبوا انه يحكي كل التفاصيل اللي قالها، انه يمثلها حتى لو في اشياء تافهة يذكرها. هنا الشرطة اخذت الصيدلي نفس السوبر ماركت وطلبوا منه انه يشتري نفس الاغراض بنفس الكمية اللي اخذها في يوم اختفاء الطفل. هنا الصيدلي لما حس انه وكيل النيابة هو امل الوحيد بعد الله عشان يبرئه، راح وسوى نفس كل شيء، نفس الطريقة اللي سواها في يوم اختفاء الطفل. بالفعل راح السوبر ماركت واخذ الاغراض واشترى نفس الاغراض بالتمام والكمال، وراح فيها للسيارة وحطها في شنطة السيارة بنفس التفاصيل، وركب السيارة وراح على جهة البيت ووقف السيارة طبيعي. المعلومية الشرطة كانت وراه في كل هذه التفاصيل عشان تشوف كل شيء زي ما طلب منهم وكيل النيابة. لما وصل الصيدلي للبيت وقف سيارته بنفس المكان اللي وقفها في يوم اختفاء الطفل. بعد كذا فتح السيارة ونزل وفتح الشنطة واخذ الاغراض كامل وحط المفتاح في جيبه وراح اخذ الاغراض بيداته التنتين. التفاصيل هذه هي اللي راح تشوفوا ايش راح يصير في القصة. هنا وكيل النيابة انتبه لشيء سواه الصيدلي ما في احد انتبه له غيره، ومن شدة ذكاء وكيل النيابة ودقة ملاحظته، ولأن الصيدلي كان ماخذ الأكياس بيداته التنتين وما قدر حتى يقفل باب الشنطة طبيعي، لا استخدم المرفق عشان يقفل باب الشنطة وقفل الشنطة بطريقة غير إرادية. هنا وكيل النيابة عرف إنه ممكن احتمال كبير إنه في هذاك اليوم إنه لما جاء قفل الشنطة ما تقفلت وإنها كانت مفتوحة. هنا وكيل النيابة في هذه اللحظة قال للصيدلي وقف. وقتها الكل انصدم وما كان أحد يعرف ليش طلب منه إنه يوقف. هنا وكيل النيابة طلب من الأدلة الجنائية إنهم يرجعوا ويسووا فحص لشنطة السيارة، لكن هذه المرة يكون الفحص من داخل الشنطة. بالفعل رجعوا مرة ثانية وسووا فحص كامل داخل شنطة السيارة، واللي اكتشفوه إن البصمات كانت كلها للطفل فراس، وكانت البصمات عكسية، بمعنى إنه لما دخل فراس للشنطة كان على قيد الحياة، يعني ما في أحد خنقه وحطه داخل الشنطة. هنا وكيل النيابة طلب تسجيل كاميرات اللي كانت ممكن إنها تجيب أي مظهر لسيارة الصيدلي، وتكون الكاميرات قريبة من البيت، وبالفعل جابوا له التسجيل. وهنا كانت الصدمة الأخيرة.
هنا الكاميرات أظهرت بالفعل أنه الطفل فراس كان يلعب حوالين السيارة في هذاك اليوم، ولكن خلال لحظات اختفى الطفل من الكاميرات، لكن بعدها بقليل رجع وبان في الكاميرات، ومن هنا بدأ يقترب من السيارة إلى أن وصل إلى جهة شنطة السيارة. وزي ما قلت لكم لأنه كان حامل الأكياس بيداته التنتين فما قدر يقفل باب الشنطة تمام التمام. فأول ما جاء جهة الشنطة شاف أن الشنطة مفتوحة، فدخل داخل الشنطة وقفل على نفسه لأنه يحس بنفسه طفل، لأنه طفل وبيحس بنفسه أنه بيلعب، أنه في واحد بيجي وبيطلعه من الشنطة. بعدها الطفل ما قدر حتى يصرخ لأنه انكتم داخل السيارة. لما نزل الصيدلي وعائلته عشان يروحوا لصلاة العشاء راحوا للمسجد اللي كان قريب منهم وما احتاجوا السيارة، فراحوا مشي. وللأسف ما كان أحد منتبه أن الطفل فراس اللي كان الكل بدور عليه كان قريب منهم. الله يرحمك يا فراس، وإن شاء الله طير من طيور الجنة. بعد ما خلصوا التحقيق هنا طلعت تبرئة الصيدلي وبرأوه من كل التهم اللي كانت منسوبة له، والحمد لله حلت القضية بسبب الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، ثم وكيل النيابة اللي كان ذكي وشديد في الملاحظة فعرف التفاصيل الصغيرة هذه هي اللي كشفت له قضية كاملة، والحمد لله على كل حال. بعض المصادر تقول انه الصيدلي بعد ما صارت معه الاحداث هذه جاء مرض نفسي ونقل من المنطقة اللي كان فيها. في نهاية المقطع اعطونا لايك وسبسكرايب، واتمنى انكم تدعموني اكثر من كذا، وان شاء الله نستمر في القصص اكثر واكثر. السلام عليكم.